السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أنا عمرو برزق، دي سلسلة تأسيس برمجة لتانية ثانوي عشان تدخل تانية ثانوي وأنت تمام وزي الفل. قبل ما ندخل على البينر سيستم عايز أقول لك إن في حاجات قبلها. أول حاجة احنا اتفقنا إن في انبوت، وبعد كده جوه بيحصل حاجات كتير، وبعد كده بيطلع لي اوتبوت. أول حاجة بقول لك عد واحد زائد واحد، فكنا بنحط على إيدينا واحد وكمان واحد، فكده بقوا اتنين. صح؟ ده العد بتاعنا الطبيعي اللي هو أي طفل صغير هيقول لك واحد زائد واحد هيساوي اتنين. بتعملها إزاي؟ حط واحد على ايد هنا وواحد على ايد هنا، فاجمعهم ادي واحد ادي اتنين. ده بكل بساطه. فبعد كده اتطورنا شويه وبقى في 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الارقام دي حاجه اسمها النظام العشري او الديسيمال سيستم. كده احنا عندنا حاجه اسمها باينري سيستم وديسيمال سيستم. سيبك من الباينري دلوقتي، خلينا في الديسيمال سيستم اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زي ما قلت لك. فهو متكون من ايه؟ من 10 ارقام، بيبدا من 0 لحد 9. لو جبنا اي رقم في الحياه وليكن مثلا 55، فايه هو 5 وكمان 5 79. 79 فهو 7 و9. فاي رقم في الكون العالم كله شغال بيه حاليا هو حاجه من ال10 ارقام دول، اللي هو يا اما 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 بقى بيعمل ايه؟ بيبقى في 0 وبعد كده 1 وهكذا. اي رقم 99 فهي 9 و9. وصل لك الفكره؟ دلوقتي عندنا رقم 123. انت شايف ده 123؟ يعني ايه 123 اصلا؟ جه ازاي؟ هتقول لي يا عمر 100، فدي واحد من فئه المئات، واثنين من فئه العشرات، وثلاثه من فئه الاحاد. ف100 زائد 20 زائد 3 هيساوي 123. افنطها لك بالراحه عشان تفهمني. اول حاجه الثلاثه دي في الاحاد، بعد كده الاثنين من العشرات، بعد كده الثلاثه من المئات. احنا عقلنا متبرمج ان دي 123. ازاي بقى نجيبها؟ 1 في 3 زائد 10 في 2 زائد 100 في 1. اهو 100 في 1 زائد 2 في 10 زائد 1 في 3. يبقى هنا 100 وهنا 20 وهنا 3. 3 زائد 20 زائد 100 هيدينا 123. تمام لحد كده؟ المفروض تمام، انت كده فهمني. نخش على اللي بعده. ايه ده يا عمر؟ ده ايه ده؟ هقول لك بالراحه. اول حاجه خالص بتبقى الارقام 0 0 0. تمام؟ انا عندي واحد فحط واحد اهو، وليكن عندي اتنين زود كمان واحد، عندي تلاتة بزود فين؟ في خانة الآحاد. فهمني؟ فهنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، فأنا بزود في خانة الآحاد. فهمني؟ بمقدار واحد مثلا 6 4 5 6 7 8 9 بس لحد هنا. عوزنا 10 نعمل إيه؟ زمان وإحنا صغيرين بيقول لك إيه؟ خد الواحد، حط صفر وخلي واحد في بالك أو في دماغك. صح؟ مش ده اللي كان بيتقال لنا؟ ده اللي كان بيتقال لنا. فهنا هنحط الصفر في خانة الآحاد، واحد في خانة العشرات، فكده بقى كام؟ بقى رقم 10. حلو. عايز 3 هنشيل دي خالص وتبقى 3، ودي خانة الزيرو زي ما هي، فهنا 30. عايز 35 هنشيل دي خالص ونحط 3 في خانة العشرات وخمسة في خانة الآحاد. مظبوط كده؟ المفروض انت فاهمني والدنيا سهله يعني ان شاء الله. يعني ايه بقى الواحد والعشرة والمية ديت؟ الواحد ده هو 10 اس صفر. اي حاجه اس صفر بواحد. منها الاله الحاسبه 10 اس صفر هيجيب لك واحد، وهنا 10 اس واحد، هنا 10 اس اتنين، 10 اس تلاته، 10 اس اربعه، 10 اس خمسه، وهكذا الى ما لا نهايه بقى على حسب انت عايز تعد لحد فين. هنا اهو قلت لك اهو 10 اس 0، 10 اس 1، 10 اس 2. طب خانه الالاف بقى تبقى 10 اس 3. خانه ال 10000 10 اس 4. خانه 100000 10 اس 5. نخش بقى في الهدف بتاعنا احنا، الباينري سيستم. الباينري سيستم ده عباره عن ايه يا عمر؟ ان احنا بدل ما نحط ال 10 دي بنحطها 2. الكمبيوتر بيفهم يا اما 0 يا اما 1 زي ما انا قلت لك في الاول. وهفرضها لك دلوقتي ايه الزيرو ده وايه الواحد. ما تستعجلش عليا، خليك معايا واحده واحده كده. خش على بعدها. فهنا اهو الباينري زي ما قلت لك بيفهم، يبقى ده ايه؟ المفروض هنا واحد وهنا اتنين وهنا اربعة وهكذا. كل هنا يبقى 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5. وكل ده هيجي دلوقتي وهشرح لك بعدين. اهو فواحد اتنين اربعة. تمام. هنا عايز رقم واحد فهنا واحد اهو. عايز رقم اتنين بقى في النظام الباينري بنعمل ايه؟ هل بنحط رقم اتنين في نفس ده؟ لا، هو ده بياخد اكتر حاجه واحد. فاهمني؟ يعني بياخد واحد. فاتنين هنخلي ده بزيرو وده بواحد. اهو يا باشا. ده كده معناها اتنين في النظام الايه؟ النظام الباينري.
في فرق بين النظام الديسيمال والنظام الباينري. ديسيمال اللي هو العشرات، والباينري اللي هو واحد او اتنين اللي هو الثنائي. جميل لحد كده؟ جميل لحد كده، المفروض انت فاهم. عايز رقم 3، فقد دي قيمة واحد ودي قيمة واحد. عايز رقم 4، هعمل ايه رقم 4؟ هخلي دي زيرو ودي زيرو ودي واحد. يعني اهو عايز رقم 4، فانا هخلي هنا واحد ودي زيرو ودي زيرو، فهنا يبقى واحد وهنا زيرو وهنا زيرو. فدلوقتي احنا عندنا بت وبت 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 وبت، بدل ما نقعد نقول بت وبت وبت عايزين حاجة، لأن الكمبيوتر فيه ملايين من الترانزستور، فبدل ما نقعد نقول بت وبت عايزين حاجة أكبر، فكبروها وخلوا كل 8 بت بحاجة اسمها بايت. 8 بت همت بحاجة اسمها بايت. قلنا الكمبيوتر بيفهم اللمبة يا إما منورة يا إما فاضية. حلو، منورة أو فاضية، فحاجة واحدة بس أو حالة واحدة تسمى بت. ف 8 بت بيساوي ايه؟ 8 لمبات منورين، فحاجه اسمها بايت. البايت بيساوي 8 بت، وهقول لك بعد كده التحويلات والكلام ده. دلوقتي في حرف الاي، حرف الاي على الكيبورد ده، الكيبورد اللي هو ده، حرف الاي اللي عليه ده عباره عن ايه؟ عباره عن رقم 65 بالديسيمال. الديسيمال اللي هو العشري، 5 من قيمه الاحاد و6 من قيمه العشرات، اللي هو 10 اس 0 و10 اس 1. تمام لحد كده؟ تمام لحد كده. نخش زي ما قلت لك، ده ال 65 يا باشا. لو شفت هنا هتلاقي ان دي 64 ودي 1، فده رقم 65 بالايه؟ بالباينري. دي حاجه يعني ايه اصلا الايه ده؟ ايه الايه ده؟ هقول لك ان الايه ده حاجه اسمها اسكي كود. ايه الاسكي كود ده؟ هقول لك السيشن الجاي بكل بساطه عباره عن ايه، وفي يونيكود وفي قصص كتير، اللي هي الايموشن اللي على الفيسبوك او اللي على تويتر او اللي على كذا. كل ده هشرحه لك معناه ايه، بس خليك معايا دلوقتي. احنا فهمنا دلوقتي من البتاع ده ان في حاجه اسمها ديسيمال وفي حاجه اسمها باينري. هعمل لك مقارنه بينهم، الباينري سيستم وديسيمال سيستم. هنراجع عليهم كده بسرعه. اول حاجه الباينري سيستم قلنا ايه؟ هو لغه الكمبيوتر. اما الديسيمال سيستم هو لغه البني ادمين، لغه البشر. بيني وبينك بنتعامل بكده، مش بنتعامل بالباينري، فاهم؟ تمام. بعد كده هيقول لك يعني ايه بيز 2 او بيز 10؟ يعني بيتكون من حاجتين اتنين. الباينري سيستم بيتكون من يا اما 0 و 1، الديسيمال سيستم يا اما بيتكون من 10 حاجات 0 لحد 9. لو عديت الارقام دي كلها هتلاقيهم انهم 10 ارقام، فده معناه بيز 2 وبيز 10. تمام تمام. بيتكون من رقمين، بيتكون من 10 ارقام، الحروف بتاعته بمعنى اصح. فاي رقم باينري مش هيطلع بره الزيرو والوان، اي رقم ديسيمال مش هيطلع بين ال 10 ارقام دول. لو قلت لي مليون 567 الف 334، الرقم ده هتلاقيه مكون من الارقام دي بس. تمام لحد كده؟ تمام لحد كده. اتمنى كل حاجه تبقى تمام. بسم الله. هنا قلنا ان ده اس 2، يبقى 1 اس 2، 2 اس 2، 3 اس 2، ده 1 اس 10، 2 اس 10، 3 اس 10، 4 اس 10 وهكذا. طب دلوقتي معانا رقم وليكن مثلا 255. 255 ده ازاي؟ قلنا هنا في 5 في خانة الآحاد، 5 في خانة العشرات، 2 في خانة المئات. قلنا يعني ايه خانة الآحاد؟ 10 أس 0. يعني ايه خانة العشرات؟ 10 أس 1. يعني ايه خانة المئات؟ 10 أس 2. فلو جمعت ده كله، 5 في 1 زائد 5 في 10 زائد 2 في 100 زائد، فده ب 100، ودي 5 ودي 5، فطلع في الآخر 255. ده بالديسمال بتاعنا العادي. هنخش بعد كده في الباينري، هتلاقي نفس النظام. انا عايز رقم 7 مثلا، ف7 قلنا هنعمل ازاي؟ 2 اس 0 و2 اس 1 و2 اس 2، فطلع لي بواحد و2 و4. انا عايز اجيب قيمه السبعه بقى. السبعه عباره عن ايه؟ 4 في 1 زائد 2 في 1 زائد 1 في 1، فكده هنجمعهم هيطلع لي السبعه. تمام تمام. خش على اللي بعده. فده 255 بديسيمال اهيت. لو عملتها انت وفكرت فيها انت وجبتها بالباينري هتطلع لك بالوحدات كلها. حاول ان انت تحلها مع نفسك كده وتقعد مع حالة وتحلها بالراحه. مراجعه كده على الباينري سيستم. قلنا الباينري سيستم عندنا شويه وحدات كتير، هجيب لك 255. ازاي يا عمر؟ اهو زي ما قلت لك هنا واحد 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 واحد، فالواحد ده عباره عن ايه؟ 2 اس 0 بواحد، 2 اس 1 ب2، 2 اس 2 ب4، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5، 2 اس 6، 2 اس 7. لو عملت آلة حاسبة كل ده هيطلع لك مجموعهم كلهم ب 255. فالرقم 255 بالعشر بتاعنا هيساوي 8 وحدات. تمام لحد كده؟ تمام لحد كده. الباينري سيستم هو عبارة عن ايه؟ قلنا اقول له حاجة لوحدها تبقى بت. لو جمعنا 8 وحدات مع بعض هيبقوا بايت. مش 8 وحدات، 8 ارقام، سواء الواحد ده واحد او زيرو،
فاي 8 بت هيساوي بايت، سواء هم واحد سواء هم اتنين. تمام. والرقم الوحيد في العشر اسمه ديجيت وخلاص. ما ملهاش لازمه دلوقتي، بس كمل معايا. فيا عمر دلوقتي عندنا ال 8 بت زي ما قلت لك هيساوي حاجه اسمها بايت. دلوقتي العلماء مش هيقعدوا برضه يقولوا بالبايت، عايزين حاجه اعلى وحاجه اعلى وحاجه اعلى وحاجه اعلى وحاجه اعلى. فوحدات القياس دي كلها عايزين نعلي. كل ما بتيجي تعلي من البايت لما فوق بتزود 1024، بتضرب في 1024. يعني هنا البايت الكيلو بايت فيها 1024 من البايت، وهكذا 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 وهكذا. سيبك من الحاجات دي دلوقتي ومالهاش لازمه. شكرا ليك. مفيش تاسك النهارده، التاسك الوحيد منك انك تفهم الدنيا دي كلها وتقول لي تحت انك فهمت الدرس. لو عايزين تاسك ممكن ابعت لكم على جروب الواتساب، عاملين جروب الواتساب هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن، بنزل عليه كل حاجه بنتناقش فيه. ايه الكلام، ايه النظام، عملتوا ايه، شفتوا حاجه، عملتوا حاجه، كل ده تمام. زي الفل زي الفل كده. خلصنا النهارده، ان شاء الله المره الجايه هنعرف نبريزنت الاسك كود والدنيا دي كلها. فاستنى فيديو بكره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.